مية مديونة لتشاوي بفلوس كتير، وتشارلي متورط في صفقة مخدرات راحت في الرجلين. والصفقة دي بقى كانت في مطعم قديم، وكان المفروض إن عصابة تشاوي تبيع مخدرات لعصابة تشينج، بس فجأة مجموعة لابسة أقنعة هوكي بتظهر وبتبدأ تضرب نار، والنتيجة إن 9 جثث مرمين على الأرض، منهم طبعا ابن تشينج اللي كان موجود في الصفقة. بعد كده بنشوف تشينج زعيمة العصابة بتفتكر إن تشارلي ومية هما اللي قتلوا ابنها، فبتبعت رجالتها فورا تدور عليهم وتجيبهم من تحت الأرض، وده علشان خاطر تنتقم. بس الحقيقة بقى اللي هنعرفها بعد كده إن فينيس وجيك رجال الشرطة الفاسدين هما اللي كانوا لابسين الأقنعة، وهم اللي قتلوا ابن تشينج علشان يسرقوا المخدرات. والصفقة دي بقى بتقلب كل الموازين، تشينج عايزة دم ابنها، وتشيوي عايز فلوسه من مية، والشرطة عايزة تشارلي. بعد كده بنشوف تشارلي ومية بيروحوا نادي ليلي اسمه ميدوسا عشان يلاقوا هناك واحد يعمل لهم جوازات سفر مزورة ويهربوا بقى من المدينة. ووكر ساعتها بيكتشف مكانهم وبيروح النادي علشان يقبض على مية. وفي النادي بقى ووكر بيحاول يتكلم مع مية وبيقول لها أنا مش عايز أسجنك، أنا بشتغل لصالح أبو تشارلي،